بنرحب بيكم مستر كيوزت. اليوم شرحنا راح يكون عن العاب البي اس بي اللي يخلي العاب بلاي ستيشن 3 على الموبايل بخطوات بسيطة. اهم شي الشرح المفصل. المهم داخل الفيديو ارجو دعمكم قناتي والمشاركة للأصدقاء عمود تساعدون بالوصول إلى 100 ألف. نبدي بسم الله على بركة الله. أول شرح عن ألعاب البي اس بي. أول شي نحتاج 3 برامج. شباب اليوم عندنا 3 برامج مهمة. أول شي برنامج الرئيسي هو البي اس بي. البرنامج الثاني برنامج المساعد اللي يعتبره ينزل الألعاب للبي اس بي. البرنامج الثالث هو استخراج الملف من شير الى البي اس بي الى هذا الملف عن مود نلعب اللعبة الموجودة. اول شي يكون التحميل من البرنامج البي اس بي الازرار التحكم مال بلاي ستيشن 3 4 5. المهم هنا راح يكون شرحنا. ثاني برنامج هو الشير تقدر تحمل. شباب هسه احنا داخل البرنامج هو اسمه شير شبكتي. هنا نقدر نحمل الفيديو اللي نريده او اللعبة اللي نريدها العاب الفيديو. انا مثلا هسه نروح للالعاب اسمه البي اس بي هو اداة التحكم نعتبرها. ندخل هنا انا محمل لعبة. انت مثلا تقول لي ليش ما حملتها؟ قلت لك انا انترنت ضعيف انا ما اقدر احملها. راح ادخل على جود اوف 4 انا محملها. ادخل من هنا اكو اسمها داونلود. هنا داونلود تقدر تحمل اي لعبة حسب الانترنت اللي عندك. ورا ما حملت اللعبة راح اروح اشوفها صدق محملة لو كذب. هنا ندخل راح نشوف اللعبة محملش كم حجمها 1 جيجا بايت. خلصنا من تحميلها. ورا ما حملناها وخلصناها راح نروح استخراج الملفات. هذا ويا برنامج استخراج الملفات راح تضغط عليه. نروح اسم الملف اللي نزلنا به اللعبة. هسه مثلا اني راح اروح عن الاسم الملف هو اسمه شير داونلود. راح تدخل على شير داونلود راح تلقى اسم الملف راح تدوس عليه. كلمة استخراج هنا نستخرجه عن مود نكمل. ورا ما كملنا تحميل الملف راح نروح راح نلقى محرك اقراص. هذا الدائري الاصفر هو شنو؟ ملف اللعبة اللي راح نخليها بالبرنامج البي اس بي. هسه راح نخرج من البرنامج نروح على برنامج البي اس بي ندخل عليه. ورا ما دخلنا البرنامج بي اس بي راح ندوس على البيت. هاي علامة البيت ندوس عليها. راح نروح وين؟ ننزل اسفل شي ننزل اسفل شي راح نلقى شير داونلود. هذا وياه برنامج الموجود بيه نفس ما قلت لكم بالملفات هنا موجود. ندوس على البرنامج راح نلقى اسم اللعبة ندوس عليها. حسنا ها وياها اسم اللعبة الموجودة ندخل عليها. شوفوها راح ندخل عليها. دخلنا على جود اوف وور. شي عجيب الموبايل روح. هنا راح تبدي بداية القصة نفس البلاي ستيشن 1. انت اي لعبة تريد تعجبك نزلها حسب الحجم مالتها. ويلي جود اوف 4 على الموبايل شي عجيب. نبدي اكس. هذا هنا تريد ندري بيها سوالف تعبانة بس احنا شنو لازم نجربها ايزي نريد ما نريد صعب. راح تبدأ قصة جود اوف 4. ويلي من هنا تريد تقدم شو اسمه الفيديو. انتوا بعدين تدرون بلاي ستيشن 1 هسه احنا داخل اللعبة. هسه احنا نلعب جود اوف 4 على الموبايل مباشرة. شباب يا رباه شي عجيب. هاي علمك هنا الخطوات اللي تسويهن. الله الله روح روح شدة شدة شدة. بس انا راح يقتلوني يا اخي. جود اوف 4 على الموبايل لك شي عجيب. يا الهي راح يضربون سهم لاصت.
جون هذولي، لازم ندافع عن الرمح. يلا 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 يلا. ورا انت مثلا تريد تخزن اللعبة، هنا عندك كلمات حفظ، منها دوس اللستة، هنا كلمة خروج من القائمة. هنا راح تسوي حفظ، يعني وين وصلت بالمهمة، نفس الخزن تحفظها، وين ما وصلت تحفظها. هسه مثلا احنا نريد نخرج من اللعبة، هنا اكو كلمة خروج من القائمة، دوس عليه راح تخرج من اللعبة. خروج من القائمة هماتي خروج، راح تخرج نهائيا من البرنامج. شي بي اس بي وشير وزيوس اللي يحفظ الملفات. شكرا لكم شباب على دعمكم الفيديو اللي راح، واشكركم من كل قلبي. اهم شي دعمكم، اهم شي شباب اللايك والمشاركة والمتابعة ومحبتكم. تحياتكم، معكم مستر كيوزت. اهلا وسهلا بكم في فيديو ثاني، بس تعطيني مشاركة وتعليقك. تحياتي لكم.